السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعينا الرياضيين. كيف ما تابعتوا معنا هذه الأمسية المقابلة المهمة، المقابلة اللي كنا تنتظروها بين المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة والمنتخب الجنوب إفريقي، المقابلة برسم ربع نهاية كأس إفريقيا للأمم. مقابلة كانت قوية وكان فعلا من المنتظر أنها تكون قوية جدا، خاصة وحننا تنعرفوا المستوى ديال الكرة في جنوب إفريقيا، ودائما ما تتخلق صعوبات بالنسبة للمنتخبات المغربية. لكن اليوم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في بداية المقابلة ضغط بشكل جيد خلال الأطوار اللحظات الأولى للمقابلة، وتمكن أنه يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13. هدف كان مبكر، أعطى واحد الدفعة نفسية بالنسبة للمجموعة الوطنية. الهدف اللي سجله العود، اللاعب اللي أدى لقاء جيد طيلة أطوار هذه المقابلة. المهم بعد هذا الهدف كان هناك ضغط من جانب المنتخب الجنوب إفريقي، كان ضغط قوي جدا جدا، كانت هجمات مسترسلة في الوقت اللي لاعبي المنتخب المغربي رجعوا للدفاع، كانوا يقوموا فقط بهجمات مرتدة، ولكن كان الضغط كله من جانب فريق جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا كانت تتميز بلاعب موهوب، لاعب خطير اللي هو رقم 10 ويت بوي، فخلق صعوبات كبيرة بالنسبة لدفاع المنتخب المغربي، خاصة في الشوط الأول وعند بداية الشوط الثاني. قبل نهاية أطوار الشوط الأول كانت فرصة سانحة للمنتخب المغربي باش يزيد يوسع الفارق ويضيف الهدف الثاني، لكن انتهت هذه اللحظات ديال الشوط الأول بنفس النتيجة، هدف واحد اللي كان سجله في بداية الشوط الأول اللاعب العود. لكن في بداية الجولة الثانية استمر الضغط الكبير من جانب المنتخب الجنوب إفريقي. المنتخب المغربي كان تلقى صعوبات كبيرة أنه يحافظ على النتيجة ديال الفوز والتقدم، فتمكن اللاعب أو بعد تمريرة من اللاعب الخطير الجنوب إفريقي ويت بوي، مرر تمريرة بعد ما تلعب بالدفاع المنتخب المغربي، مرر تمريرة من الجهة اليسرى على طبق من ذهب لأحد الزملاء ديالو اللي سجل هدف. الحارس بالعروش ما كانش عنده ذنب نهائيا في هذا الهدف، خاصة وأن الكرة كانت بعيدة في الزاوية اليسرى للحارس، كان الدفاع هو اللي تحمل المسؤولية ديال هذا الهدف. لكن المنتخب المغربي بعد هذا الهدف سرعان ما رجع بالتعليمات ديال المدرب نبيل باها، رجع في المقابلة وحاول أنه يضغط بشكل جيد، وكانت هكذا كانت واحد التمريرة من إلياس بن المختار اللي يلعب مقابلة جيدة، لاعب متميز، لاعب عنده تقنيات عالية، لاعب عنده كنترول جيد جدا. فاللاعب إلياس بن المختار غادي يعطي واحد التمريرة جيدة جدا لباها، اللاعب باها غادي يقدر أنه يسجل هدف ثاني، هدف رائع بعد ما هي الزميل ديالو في مربع العمليات هذه الكرة وتلاعب بالدفاع ديال المنتخب الجنوب إفريقي. مرر هذه الكرة اللاعب باها اللي سدد كرة هوائية في شباك المنتخب الجنوب إفريقي، وبعد دقائق قليلة غادي يتمكن نفس اللاعب باها من تسجيل الهدف الثالث في شباك المنتخب الجنوب إفريقي. وهكذا أصبح الضغط كامل من جانب المنتخب المغربي، الريتم ديال هذه المقابله كان ريتم عالي، وهذا الشيء اللي تيخلينا نشيدوا بهاد اللاعبين، اللاعبين ديال 17 سنه واقل من 17 سنه تيلعبوا كره بريتم عالي طيله اطوار المقابله، سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. توقفات ما كانتش، المستوى ديال الفريق الجنوب افريقي كان مستوى بدني عالي. هذا الشيء رغم كل هذا الشيء
فالمنتخب المغربي قدر انه يستمر على نفس النهج ونفس الريتم العالي، وهذا الشيء تيبين ان اللاعبين عندهم تكوين جيد جدا جدا، تمكنوا انهم ينهيوا هذه المقابله بثلاثه الاهداف لواحد، وهكذا تاهلوا للدور نصف النهايه. فهنيئا لهذه المجموعه ديال المنتخب المغربي. فيعني كان بعض العياء في اخر اطوار المقابله، يعني في 10 ديال الدقائق او 15 اخيره، وهكذا المدرب نبيل باها خرج بعض اللاعبين منهم الابن ديالو باها، كذلك وزان لي يعني طيله اطوار، رغم انه يعني لاعب جيد، لكن طيله اطوار الشوط الثاني تقريبا كان تيبان عليه العياء وان المستوى ديالو في الاداء كان ناقص. يعني اللاعب العود مسجل الهدف الأول حتى هو خرج في الربع ساعة الأخيرة. كانت هناك تغييرات بالنسبة للمنتخب المغربي، حتى أن نبيل باها يضيف أو يضخ دماء جديدة، لأنه عرف بأن اللاعبين يعني عياو ولعبوا مقابلة بريتم عالي جدا. فهكذا المنتخب المغربي تمكن أنه يتأهل، هنيئا لهم. تنتمنوا أنهم يمشيوا بنفس النهج في المقابلة ديال نصف النهاية ويوصلوا للنهاية إن شاء الله. لما لا؟ وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم.